السلام عليكم. شلونكم حبايب؟ ان شاء الله تكونون بألف خير. وصفتنا اليوم شوي افخاذ دجاج بالفرن، تتبيلة مميزة وطعم طيب، مع طبخ تمن بالعدس الاسمر. ابقوا وياي نهاية الفيديو. ابدأ بالمكونات. بسم الله. عندي 6 افخاذ دجاج، غسلتها بالمي والليمون والملح غسل جيد حتى كل الزفرة تنشال من الافخاذ. مكونات التتبيلة: عندي شطة مجروشة، فلفل أسود، كاري، بهارات السبعة، كركم، مبروش قشر الليمون، كاتشب، ملح، عصير ليمون، خل أبيض، زيت الزيتون أو زيت نباتي. التمن قياسي 2.5 كوب، وكوب عدس أسمر، وبصل شرائح أحمسه للتمن. أحضر صوص تتبيلة أفخاذ الدجاج. أنزل مبروش قشر الليمون، ربع كوب عصير ليمون، واضيف عليها البهارات اللي ذكرتها، وملعقتين اكل خل ابيض، ملعقتين اكل كاتشب، ملعقتين زيت، واخلطها خلط جيد. هسه حبايب، الصوص عندي جاهز، واسوي شقوق بالافخاذ حتى التتبيله كلها تدخل بالافخاذ. عندي هاي الخطوه، ارتب افخاذ الدجاج بالتبسي، وانزل الصوص عليها وافركه فرك جيد، واغطي التبسي واتركه بالثلاجه مده ساعه. هسه حبايب، اغسل التمن غسل جيد وانقعه مدة نصف ساعة. الجدر على النار، وغسلت العدس، راح اضيف له مي. العدس الاسمر لان اخليه وحده يستوي، والتمن على حده. من يفور وارجع لكم. هسه حبايبي فار العدس، راح انزل ملح، راح اخليه على نار متوسطة الى ان يستوي. هسه حبايبي فار مي التمن، والتمن قياسي كوبين ونص، وصار لي نص ساعة منقعته. غسلته ونقعته، نشفته من المي. راح انزل ملح، راح اخليه يفور، من يستوي ارجع لكم. استوى العدس وصفيته من المي. عندي التمن هم استوى، بدأ اصفيه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. اخلي ملعقة زيت قعر الجدر. هسه حبايبي راح افرغ التمن. بسم الله. افرغ العدس، راح اخلطهم خلط جيد. خليت التمن على نار هادئة حتى يتهدر.
الطاوة على النار، راح انزل زيت. يحمى الزيت اني انزل البصل. انزل البصل. تقليب مستمر الى ان يصير لونه ازرق، واضيفه للسمن يدي طعم ونكهه للسمن. هسه حبايبي صار لي نص ساعة مخليته بالثلاجة. راح اغطيه بورق زبدة بالسيلوبين حتى ادخله للفرن. وانا الفرن صار لي ربع ساعة فاتحته حبايبي من الاسفل. صار لي ربع ساعة فاتحة الاوفن على درجة حرارة 200 درجة مئوية. انحمس البصل ونزلته على التمن، واقلبه تقليب جيد حتى يتجانس البصل ويا التمن. هسه طلعت التبسي من الفرن ورا ساعة حتى اشوف الافخاذ بالسكينة مستوية بالكامل. وراح هسه ادهن وجه الافخاذ بنفس الصلصة الموجودة بالتبسي حتى تاخذ لون حلو. كمل فطورنا لهذا اليوم، قدمته بهذا الشكل، والصلصة اللي سويتها تنطي طعم ونكهة للدجاج. أتمنى الفيديو ينال إعجابكم. لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. صيام مقبول وافطار شهي. أترككم في أمان الله.